سلام مشتركاتي العزيز، كي راكم؟ لاباس غاية؟ جات العطلة وجاو معاها كل يوم خميس ديري عشوية لوليداتك، ولا شاتدي في يدك ولا لا جاوك ضياف فرحيهم بهذا الميسكوتشو. جبت لكم هذا الوصفة خفيفة وظريفة وكل المقادير راهم عندك في الدار، وزاد اقتصادي، وراكم تشوفوا كي يجي طالع وخفيف. انا جبت لك الوصفه والتزيين عليك نتيا كيما بغيتي زينيها. الهشاشه طري، راني نقولكم وما يشدش الوقت كاع، في وقفه ديريه. وكيما راني نخبر فيكم اقتصادي. هذه كانت عندي واحده طلبيه ودوك في وسط الفيديو نفهمكم لواش درتها. اول حاجه نقولوها هي نقولوا بسم الله ونصلوا على النبي ونبدو الوصفه تاعنا. أستيس اللي نعطيها لكم في هذا الاخر، في هذا المسكوتشو، المول تاعك دهنيه مليح بالزبده ولا بالزيت. لا ما عندكش الزبده معليش طليه بالزيت، طليه كاع ما تخليه حتى بلاصه. وزيدي رشي عليه الفرينه، وديك الفرينه قعدي تمشي فيها كما راكم تشوفوا معايا دروك. مشيها كاع، انا درت غير شويه، وانتي لا درتي بالزياده قلعيها. يفوا يتغلف هذاك الليدام اللي درتيه، بغا زيت ولا زبده كيما قلت لكم قلعيه. وجيبي لي حبه تاع بيض. هذا الوصفه نسحقو غير حبه تاع بيض. تبعي الفيديو من الاول للتالي باش تخرج لك ناجحه كيما دا خرجت لي انا سبكت بالرشه تاع الملح، ودرت ديك الحبه تاع البيض والكيس تاع السكر ماشي معمر قد قلعي، زعما هو كيس قل ربع باش نفهمك. دوك نوري لك وين جاي قل ربع، حسبي قل 2 صباع. وتخلطيه بالفوي، بغيتيه بالباطير بغيتيه بالفوي. انا درتها بالفوي باسكو بالك ساسبو ما كاش كاع اللي عندهم باطير. خلطي مليح، كي تخلطي هادو زوج مليح وتذوبي السكر. هذه المرحله الاولى اللي باش ينجح لك بها الميسكوتشو تاعك. انا هنا راني خلطت باسكو ما كملت لكمش كاع المراحل. وزدت معاها شويه غير شويه داك الحليب تاني كاس قل ربع. زدت معاه غير شويه باش يعاونني باش السكر يذوب، ومن بعد عازت كملت الكميه. انا دائما في خدمتي عندي السكر كي ندوبه صاي الوصفه تاعي تكون ناجحه، تجي طريه. كي تخلي السكر حبيبه تخليه متذوبش، الحلوى تاعك ولا الميسكوتشو ولا يجيك يابس. هنا راني زدت الزيت زيديه على دفعات. انا راني مسرعه الفيديو. زيديه تاني، هو الكاس قل ربع. شوفوا هنا الكاس هذاك هو عند الخط، هذا الكاس الاسطوري اللي قرا عندنا ديري تما عند الخط، هذاك هو كاس قل ربع. وزيدي له هذه الاضافه، هي اللي تخليه لك يخرج لك احمر ويجيك شباب. هذاك الميسكوت مغرف تاع قلتها لكم وما قلت لكمش هو مغرف تاع مربى المشمش. ال... وهنا هذه لافاني. هادوك الاولين اللي وريتهم لكم هادوك كانوا للدار، درتهم انا هنا للدار باش نحل معاكم الحبه وتشوفوها من الداخل كي دايره. ما درتش فيهم هذاك المكون، ما درتش الكونفيتور تاع المشماش، ما درتهاش. سي بورتا جاو خارجين بيضين. دوك تشوفوا معايا هادي كي توجد كي دايره لا كولير تاعها. هنا زدت الكاس تاع فرينه، وهذا الزاوج كي ديري الاول وتخلطيه مليح كاع يدخل في الخليط الاول. زيدي الزاوج وزيدي 1.5 خميره كيميائيه، النص هو ملعقه صغيره. ودائما مع التحريك وين ما تدخلي مكون خلطي مليح. ودوك نقول لكم هي الحاجه اللي تعوض لنا البيض اللي ما درناش. هنا راني نخلط ونشوف الا تقالت معايا ولا لا. هي شوفي تدي لك 2 كيسان ومغرف ولا 2 مغارف على حسب الحجم تاع البيضه. انا هنا ديت 2 كيسان، وهنا زدت لها مغرف تاع دهان
اللي هي الزبدة وماشي مغرف معمرة بزاف، وزدت لها قل من نص ماء مغلي. هذا هو اللي يعوض لنا البيض. قلت لكم تبعوا كاع المراحل تخرج لكم ميسكوتشو وشباب وطري وخفيف. احنا نقولوا ميسكوتشا، كل واحد وكي يقولها. وقلت لكم وتخلطوا مليح مليح مليح. كي تخلطيها تاني تحسي بها صاي ترخفت روحها، كي ماشي كيما الاولى قبل ما نديروا الماء. وباينه هذه كي ديري داك الرقم 8 هذيك هي راهي مليحه، ويقعد لك ما يهوتش بالخف. وراكم تشوفوا المول تاعي راه يخرج منه الدخان. قلت لكم في الكونجيلاتور قبل ما تبدي. شوفوا كاينه هذه العفسه، ديري المول في الكونجيلاتور وتشعلي الفرن تاعك. هادو هما الاولين قبل ما تخلطي. الفرن تاني يلعب دور مليح. كي تكوني محميته قبل ما تخدمي، كي تدخليها كي شغل ما طولكش او ميم طون تجي مصوفه من الداخل، خاطش عليه يكون الفرن مسبق مشعول مسبقا. هذه هي. وديري الخليطه تاعك تمشيه كاع تربعيه هنا في هذا المول، وتخبطيه شويه باش يخرجوا دوك البوليطات. احنا نقولوا النفس تخرج غير شويه، وتدخليه وتشعليه ما عليه من تحت. وكي يطلع وتشوفي الحواشي حمارو عاودي شعليه عليه من الفوق. ها هو حمرته كي من الفوق كي من تحت. وتخليه شويه دروك كي تخرجيه من الفرن تخليه شويه يعرق عاد قلبي، ما يلصق ما يتفتت ما والو. ماشي تقولي حبابا يدك ما يخرج ليش مليح ولا. وشوفوا كي حمار. هذا اللي قلت لكم درت له داك المكون. جربيها وما تندميش عليها. وراني كيما قلت لكم اقتصادي. والمشماش الكونفيتور تاع المشماش تنجمي ديريه تنجمي ما ديريش كيف كيف. هادو بلا ديك الملعقه تاع المشماش. نتمنى من كل قلبي تجربوه وينال الاعجاب تاعكم. سلام للفيديو القادم باذن الله.